بيان إلى الرأي العام تزامنا مع انتصارات شعبنا الكردستاني في الألفية الثالثة للميلاد وعلى كافة الصعد السياسية والدبلوماسية وفي عموم أجزاء كردستان، سواء كان في الجبال وما قامت به الجيريلا من بطولات في صد هجمات العدو في قنديل وزاب وقاري، أو في ثورة روج آفا، وما تحقق من إنجازات على كافة الصعد وبناء نظام إداري وسياسي ومجتمعي مستلهما من فكر الأمة الديمقراطية قوانينها ونظمها ليكون مثالا يحتذى به في المستقبل لبناء سوريا ديمقراطية تستوعب في طياتها كافة الأعراق والأديان، أو في صمود شعبنا في شنغال، وما تحقق ليكون نهاية لمأساة شعبنا الإيزيدي ويبقى نضال شعبنا السياسي والدبلوماسي في ساحات أوروبا. وحتى هذه اللحظة كان بفضل قوة وعزيمة فكر القائد أوجلان الذي أنار لنا طريق الحرية وعلمنا كيف نحافظ على أنفسنا أحرار ونصمد أمام الرياح العاتية ونقاتل بيد ونبني بالأخرى لنضع أسس كونفدرالية الشرق الأوسط، حيث استطاع هذا الفكر دك مضاجع الرأسمال العالمي وجعله في حيرة من أمره أمام هذا المد الفكري والإيديولوجي الذي انتشر خلال 40 عاما بين طبقات العمال والكادحين والمثقفين في عموم كردستان، ومنها انتشر في جميع أرجاء الشرق الأوسط والعالم، وتعلمنا من خلال أفكاره وطروحاته كيف نبني قوتنا الدفاعية لنواجه بها عدونا الذي أراد إنهاءنا من الوجود ومحو ثقافتنا وطمس معالم عاداتنا وتقاليدنا ومحاربة كل شيء يمت بصلة إلى أصولنا كشعب متجذر في تاريخ هذه المنطقة، وشن حرب شعواء بدون أدنى معايير أخلاقية وإنسانية ضد شعبنا من خلال التهجير والغزو وحرق القرى وملاحقة المثقفين والمناضلين والصحفيين وأحزاب ديمقراطية وشخصيات مناضلة وذجها في السجون من خلال تعبئة الشارع بالمفاهيم العنصرية التي ليست لها أي صلة بثقافة الشعوب وأخوتها عبر التاريخ. مفاهيم عنصرية عثمانية قديمة هي من قدم التاريخ كبر عليها الأحفاد وتشبعوا بفكرها، أمثال أتاتورك والطاغية أردوغان والشوفيني بخجلي الذين جعلوا شغلهم الشاغل محاربة الفكر التحرري الكردستاني الذي انتشر وبسرعة، وعندما ظلوا مكتوفي الأيدي أمام انتصارات هذه الحركة استهدفوا فكر القائد من خلال شخصه وعبر مؤامرة كونية تورطت فيها استخبارات أكثر من 13 دولة بأسر القائد وسجنه في جزيرة نائية ووضعه في عزلة داخل عزلة، وفرض نظام تجريد لا مثيل له في التاريخ وحرمانه من أبسط حقوقه كسجين سياسي وانقطاعه عن العالم الخارجي بشكل كامل، وفرض ضغط نفسي ومعنوي في سبيل النيل من عزيمته وكسر إرادته. مع كل ذلك ومرور 22 عاما ظل القائد أكبر من مؤامرة وشع نور فكره من ظلمة إمرالي ليضيء سماء كردستان ليكون هديا نقتدي به في مسيرة شعبنا المظفرة نحو الحرية والاستقلال، وما تقوم به عصابات أردوغان من الألاعيب وتجريد وضغوطات نفسية على القائد الهدف منها ضرب مكتسبات شعبنا على امتداد جغرافية كردستان. وإننا كعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة نناشد أحرار العالم والخيرين والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل السريع لرفع العزل عن القائد والسماح لأهله ومحاميه اللقاء به وتحسين ظروف سجنه. وسيظل شعبنا بطليعة عوائل الشهداء في جميع الساحات، وسيرفعون من وتيرة نضالهم حتى يتحرر القائد الذي بفضله نمتلك الوعي والإرادة والقرار الصائب في مرحلة صعبة من عمر المنطقة، فهو معلمنا نهتدي بفكره وتعليماته لنثبت للعدو بأن جدران سجنه الأربعة وبحره الهائج لم يكون يوما ما عائقا في التلاحم المصيري والفكري والروحي بين القائد وشعبه. الحرية للقائد آبو، الموت للفاشية. مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة.